النواقيس إلى العسل. فقد افتتح في موسكو معرض العسل السنوي الذي يقدم أكثر من 50 نوعا من العسل عالي الجودة من 37 منطقة في روسيا الاتحادية. مراسلتنا لينا جيمون شاركت في هذا المعرض بعيون عسلية. معرض العسل في مركز المناج للمعارض يقام للمرة 23 ليستمر أسبوعين ويقدم للزبائن أروع أنواع العسل ومشتقاته. هنا بإمكانكم تذوق 54 صنفا من العسل من شتى أنحاء روسيا، من بينها عسل الزيزفون والكزبرة وعسل الأزهار والأثمار المختلفة. فوائد هذه المادة العلاجية والوقائية معروفة من قديم العصور، ولكل نوع لونه ورائحته وصفاته المميزة. العسل قبل كل شيء هو مادة مطهرة. عسل الأكاسيا مثلا يستخدم لعلاج أمراض المياه الزرقاء في العيون ولتحسين الهضم، ويمكن إعطاء هذا النوع من العسل حتى للصغار ولمرضى السكري، لأنه لا يثير الحساسية ولا يرفع مستوى السكر في الدم. أما عسل الكستناء فيحتوي على كمية كبيرة من اليود، ويوصف للذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية. وهذا عسل الزيزفون الذي يعتبر نوعا كلاسيكيا في روسيا، ويستخدم عند علاج التهاب الشعب الرئوية والربو. أما عسل عباد الشمس فيخرج الكوليسترول من جسم الإنسان. مثل هذه المعارض تقام في العاصمة الروسية مرتين في السنة، في الخريف فترة المحصول الجديد من العسل، وفي الشتاء حيث يزداد الطلب على هذه المادة الفريدة بسبب أمراض الرشح الموسمية. معظم أنواع العسل تتجمد بعد 3 أو 4 شهور من جمعها، وهناك أنواع قليلة تبقى مائعة دائما، أشهرها عسل الكستناء وعسل الأكاسيا. ويحظى بشهرة كبيرة في روسيا شهد العسل الذي يمكن تخزينه لعقود طويلة. عند جمع العسل تستخدم عادة مضخات الطرد المركزي، ولذلك يفقد العسل جزءا معينا من خمائره والعناصر المفيدة، لكن العسل في الخلايا يحتفظ بخواصه 100%. هذه المعارض ليس سوقا بسيطة وحسب، بل هو ملتقى للنحالين حيث يتبادلون خبراتهم، ومدرسة للمواطنين لتعريفهم بثقافة العسل لكي يتمكنوا من التفريق بين العسل الأصيل الرائع والعسل المزيف ذي النوعية السيئة. هنا لن تجد أنواعا مائعة من العسل كما في السوبر ماركت. العسل يجب أن يتبلور بحلول السنة الجديدة، وما يباع في السوبر ماركت هو عسل تعرض للتسخين ولا يحتوي على أي مواد مفيدة، بل على العكس يحتوي على مواد مضرة تسبب السرطان. في الحقبة السوفيتية لم يكن لدينا هذه الوفرة من العسل، عندما كانت كل أنواعه تخلط وتوضع في برميل واحد تحت اسم عسل الزهور، ثم توزع في المحلات وترسل إلى الخارج. لكن الآن هناك أنواع عديدة من العسل. ربما الشيء الوحيد الذي ستحتاج في هذا المعرض هو قنينة ماء بعد فترة تقضيها في تذوق أنواع متعددة من هذه المادة اللذيذة التي تعد أفضل دواء طبيعي منذ قرون. لينا جيمون، روسيا اليوم، موسكو.